وأعتبر سعة صدره في هذه القاعة، فهو ابن الشعب ويدافع. قبل أن يكون رئيس جهة كان صوته مبحوحا على الإقليم وعلى الجهة وعلى الوطن، وكلكم كتعرفوا هذه البركات، وأنا لا أدافع عنه من فراغ. أمثل رئيس جمعية الأعاجم الصحافة بأزيلان. هذه الجمعية اللي تأسست وكان لها شرف زيارة بيت الصحافة في طنجة، أول جمعية، وكان زيارة لكاب راديو، وكانت عندنا محاكمة مع وكالة إيفي الإسبانية على المغالطات ديال كليميزيك، ودرنا لقاءات مع رؤساء المصالح في إقليم أزيلان. وإن كانت المنابر الإعلامية تشتكي وتتهم، أنا كنقولها، رئيس الجهة بالمحاباة لإقليم أزيلان، فبغيتكم تشوفوا إقليم أزيلان اللي تعرضت مؤخرا كاينة حادثة سير اللي راحوا ضحيتها 9 ديال الناس، وكذلك حادثة أخرى في جملات. ودائما نشتكي لرئيس الجهة كنقولوا ليه أعطينا ما عطيتي للأقاليم الأخرى، حنا باقيين تنضربوا مع الطريق وتنضربوا المجهودات ديال مجلس الجهة، ما عندناش شي حاجة. وأقول لرئيس الجهة حنا في إقليم أزيلان راه الإقليم الوحيد اللي عنده اتفاقية شراكة وكيكونوا الجماعات تشارك ماديا والأقاليم الأخرى ما كايناش. أقولها أن إقليم فقير، والإقليم والجماعات كلهم ما كندافعش على عادل بركات بصفته رئيس الجهة وابن إقليم أزيلان. تمشيو للجماعة ديال طبارشت تعرفوا كل كان كيدير محاباة لإقليم أزيلان، سيروا لإقليم أزيلان. كذلك السيد الرئيس، أنا غادي نهضر على الصحافة. بغيتي دير بيت الصحافة ديرها في كل إقليم، كل إقليم يكون فيه بيت الصحافة. كان كما قلت لك راه الصحافة الإذاعة الجهوية، فاش مشينا للكاب راديو بداو ب 300 مليون سنتيم وشدوا الجهة ديالهم ونجحوا في سميتهم. ثانيا أنا غنهضر على الشطر الثاني في التنمية ديال الجهة. أعطيو مجال للشباب، شوفوا البيئة، ديروا مطارح. المطارح راه ما كايناش مطارح مثل المطرح ديال خليفرة. حنا في إقليم أزيلان ولا في سميتو كانت التجربة ديال مطرح جهوي راه ما نجحتش. دابا الله يرحم الوالدين راه الجماعات راه بغيتكم تفكروا في إحداث مطارح حديثة. وشكرا للسيد الرئيس.